السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. لو أول مرة بتشوفوني، أنا زينب ودي قناتي حكايات وبنعيشها. أتمنى تنوروني باشتراك ولايك وكومنت جميل منكم علشان يوصلكم كل جديد. سموا وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل واحدة بتاخد المصروف بتاعها لازم تكون عارفة هي بتعمل ايه وهتخطط ازاي، وزي ما احنا قلنا نكتب المنيو بتاعنا قبل ما ننزل علشان خاطر نبقى عارفين احنا هنجيب ايه ونظبط دنيتنا ازاي. انا النهارده هقول لكم انا خدت مصروفي نزلت جبت بيه ايه. اول حاجه انا نزلت كده، صلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، نزلت جبت السمك الجميل ده. انا جبت 2 كيلو ونص. طبعا في ناس بتجيب بالكيلو كده وفي ناس بتجيب بالعدد. يعني مثلا لو ولادك بياكلوا كل واحد سمكية، يبقى لما تيجي توزني هتجيبي لكل واحد سمكية او 2 على حسب. ويا سلام بقى لما تيجي تجيبي مثلا العدد وتجيبي واحدة زيادة، لو حد جالك، حد اما جاع بالليل حاجة، فانا دايما بجيب فيهم واحدة او 2 زيادة. انا جبت السمك عندنا عامل فيه ب85 وفيه ب90، فجبنا اللي ب90 ده. انا جبت هنا 2 كيلو ونص علشان خاطر انا غسلته ونضفته ونقعته في ميه وخل. بعد كده بعمل له التتبيله بتاعته وبشيله بعد ما اكون مصفيه خالص، بشيله في الفريزر يا دوبك بطلعه ببدره وبقليه وبعمل الرز والسلطه جنبه. طيب جبت ايه معايا هنا تاني؟ جبت نص كيلو جبنه من القريش. النهارده صراحه انا قايمه مجهده ليه؟ علشان انا رحت السوق، وطبعا امبارح برضو كنت بعمل اكل وكده، فحبيت افصل في يوم، فقلت هعمل جبنه قريش ونجيب واسلق جنبيها بيض، وعندي اناناس كده هقطعه جنبيه وهيبقى الغدا بتاعنا. الجبنه القريش عامله 80 جنيه، فانا جبت نص كيلو عامل 40 جنيه. زي ما قلتلك بتكون اكله كده واكله بتفصلي بيها. طيب بصوا السمك جميل معايا النهارده، حلو قوي يا جماعه. طيب جبت ايه معايا تاني؟ طبعا انا عايزه اعمل هريسه علشان خاطر اللي انا بحب اعمل السمك بالفلفل الاحمر. جبت ب10 جنيه فلفل احمر، وجبت ب10 جنيه ليمون. الليمون عامل 100 جنيه، وفي عامل 120 جنيه، فانا جبت ده قلت له انا عايزه ب10 جنيه بس. وجبت هنا البصل عامل 8 جنيه. جبت كيلو وربع عامل 10 جنيه. عايزه اقولك ان انت لما تجيبي طلباتك تكوني عارفه انت بتجيبي ايه، ما تجيبيش ايه كده وخلاص. زي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات، اكتبوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. وجبت هنا نص كيلو من البانيه، بانيه عامل 180 جنيه. انا جبت نص كيلو. طبعا انا بغسله وبصفيه وبعصر عليه ليمونه، وبعد كده بتحبي بقى تعملوا له التتبيله بتاعته، وبشيله فين في الفريزر وبطلعه على البيض والبقسماط على طول. طيب جبت هنا ايه معايا تاني؟ جبت البطاطس. البطاطس هنا عامله اللهم صل على النبي كيلو ونص ب10 جنيه. جبت 3 كيلو عاملين 20 جنيه. طيب ال3 كيلو دول بقى انا بعمل منهم فطار، بعمل منهم الغدا، بعمل منهم بطاطس مهروسه وهكذا. يعني بصوا هي بتكون حلوه. ال3 كيلو يا دوبك بتكفيني انا طبعا عشان عندي اولاد، ربنا يخلي، فباخد كميه كتير. طيب جبت هنا الطماطم. الطماطم برضو عامله كيلو ونص ب10 جنيه، بس هو صراحه اللي نقاهالي. عايزه اقول لكم ان اللهم صل على النبي كان الديب فريزر عندي مليان طماطم، بس علشان خاطر انا في شهر رمضان ما كنتش بنزل كتير، والعيد وبعد العيد فخلصت كل اللي كان عندي في الديب فريزر. هبدا بقى من اول وجديد اجيب، بس دول انا جايباهم مش عشان اشيلهم، انا جايباهم للاسبوع، فجايبه 3 كيلو. طيب جبت بقى هنا ايه كمان؟ الخضرة انا مش بستغنى عنها. طيب انا جبت هنا ب10 جنيه، جبت الحزمة فيها 3 الرابطة، فاخدت منها ب10 جنيه. غسلتها طبعا وبسيبها خالص لغاية لما تنشف. بصوا هي لسه فيها مية، وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها وبشيلها في اكياس في الفريزر، بس اهم حاجة ما يبقاش فيها مية خالص. مهم ان انت تكوني عارفة انت بتجيبي ايه. طيب انا طبعا البتنجان انا ما بستغناش عنه، مع اني ما كنتش حابه ان انا اجيب محشي علشان خاطر انتوا عارفين انا اليومين دول بقلل من اكلي، بس حبيت ان انا طبعا هما نفسهم فيه، فجبت المحشي البتنجان. الصراحه شكله مغري جدا وعامل 20 جنيه. بصوا صابح وجميل ازاي.
فدي طبعا هتكون برضو اكله معايا. وعايزه اقولك ان من البطاطس دي انا برضو بعمل منها صينيه بطاطس، وبعمل رز بشعريه كده وشوربه لسان عصفور، وبعملها طبخه. يعني ال3 كيلو تكفي منهم فطار، هتكفي منهم ممكن اتعشى منهم، ممكن ان انا اعمل طبخه كمان منهم. طيب مع هنا المحشي، انا مش بحب طبعا اعمل محشي لوحده كده، فجبت ورق عنب. الورق العنب عندنا يا جماعه عامل 60. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كل واحده تقول لي عندها عامل كام. انا جبت ربع كيلو من الورق العنب. بصوا حلو قوي ان انا اعمله، بس ايه جنب المحشي كده. انا بحب اعمل المحشي يكون معايا ايه مشكل. طيب هقول لكم برده الحاجات الباقيه اللي انا جبتها. اوسع بس كده هنا مكان. انا بكتب الحاجات اللي انا بجيبها قبل ما بنزل، عشان خاطر بكون عارفه انا هجيب. لازم كل واحده تعمل كده قبل ما تنزل. انا كده هنا جبت كيسين مكرونه اسباجيتي. الحاجات دي يا جماعه عشان الاسبوع. وجبت هنا نص كيلو شعريه، وجبت ب10 جنيه فيجيتار. الفيجيتار السايب ده بيبقى حلو قوي. انا بجيب ب10 جنيه فيجيتار، وبجيب عليه ب5 جنيه بقسماط من الفرنه، وبضيف الفيجيتار والبقسماط، وبحط عليهم معلقتين دقيق ومعلقه نشا، وبعمل الخلطه ومعلقه بيكنج باودر، وبعمل خلطه الفيجيتار بتكون حلوه قوي. فانا جبت هنا ب10 جنيه فيجيتار. طيب جبت ايه تاني؟ جبت 2 كيلو رز. جبت 2 كيلو من الرز. الرز ده عامل 26 جنيه الكيلو. وجبت كيس ملح، ربع سمنه، وجبت ربع زيت، وجبت هنا الفانيليا. طيب بالنسبه بقى جبت هنا كيس لسان عصفور. انا بحب النوع اللي هو الطويل ده. وجبت عسل اسمر ب10 جنيه. عسل اسمر طبعا ده انا ما بستغناش عنه خالص. طيب دي الطلبات اللي انا جبتها. وجبت كمان هنا الماجي المبهر. انا بحبه جدا. الماجي ده ماجي فريش حلو قوي، وريحته يا جماعه بتبقى حلوه. بصوا هنا في كل التوابل. طبعا الكاميرا مش عارفه مفتحه ليه. هنا في كل التوابل معايا. بصوا هنا في التوابل كلها. هاتيه من عند العطار ب15 جنيه. ده بيقعد معايا فتره كبيره، يعني بيقعد معايا حوالي 20 يوم. مش هقولك بيقعد الشهر كله، بيقعد حوالي 20 يوم. بس بيبقى حلو قوي، انا ما بستغناش عنه. علشانه بقى لا بقيت اجيب توم باودر ولا بصل باودر ولا الحاجات دي كلها، فما بستغناش عنه. فدي الطلبات اللي انا جبتها. وطبعا انا عندي التوابل من الاسبوع اللي فات، فزي ما بقولك التوابل اللي بتكون عندك بتبداي ان انت تجيبي بدلها حاجات تانية. ده الفيديو. يا رب يكون كده الفيديو عجبكم. وقولوا لي الاسعار عندكم. الجبنه القريش عامله كام؟ الجبنه القريش عندنا عامله 80 جنيه. يا رب كده يكون الفيديو خفيف عليكم، واكون فدتكم ولو بمعلومه. ما تنسونيش بدعوه حلوه ليا ولزوجي ولاولادي بصلاح الحال. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.